السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبآتم الصحة والعافية. جيتكم اليوم بهذا الميني موسكوتشو. راح يكون كأول حلوة من سلسلة الحلويات الاقتصادية اللي راح نشارككم بها هذا الأسبوع إن شاء الله بمناسبة الدخول المدرسي. راح ندير لكم مجموعة من الحلويات اللي تقدروا توجدوها بالخف في قهوة الصباح لأطفالكم، ولا تقدروا حتى تعتمدوها كمشاريع. شوفوا لي لهنا هذا الموسكوتشو كيفاش جا، يجي مقطن وخفيف وراح يجي الذوق تاعو رائع. تابعوا معايا الفيديو للآخر. ندوزو لهنا للمقادير. أنا المقادير عندي زوج حبات بيض. البيض تاعنا لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. نضيفوا له رشة ملح وكاس غير ربع سكر. الكاس هذاك اللي يرفد 120 مليلتر، هذاك اللي نقولوا له كاس أموالين، هذا اللي تشوفوا فيه. نجو لهنا نطلعوا الخليط تاعنا حتى يولي أبيض، يعني حتى يضاعف الحجم تاعو ويولي اللون تاعو أبيض. فوالا أنا هنا راني خلطت الخليط تاعي. نجي لهنا نبدا نضيف في كاس غير ربع زيت، نحطو على دفعات حتى نكمل نحط كمية الزيت تاعنا كامل. أنا نخلط خلطة خفيفة ونجي نضيف لهنا الياغورت تاعي. أنا الياغورت كنت ضفتها بذوق التوت. نتوما تقدروا تضيفوا أي نكهة تاع ياغورت تحبوها. نخلط لهنا خلطة خفيفة برك ونبدا نضيف الفرينة تاعي. هنا الفرينة لازم نغربلوها مليح. أنا هنا تعمدت نغربلها قدامكم. فوالا هكا. الفرينة لازم تتغربل في هذا النوع من الحلويات هكا باش تجي خفيفة. نضيف لهنا زوج أكياس تاع خميرة كيميائية ونبدا نخلط. لهنا الكمية تاع الفرينة ما نقدرش نحددها لكم، يعني راح نوريكم القوام تاع الموسكوتشو في الآخر كيفاش راح يكون. وانتوما عندكم ميزانكم، يعني ضيفوا الفرينة حتى تلحقوا لهذاك القوام. هنا راني نزيد في الفرينة حتى نلحق للقوام المرغوب. فوالا نخلط الفرينة تاعي بالعقل بلا ما نطيح الهواء اللي دخلته. أنا هنا نكون كملت حطيت الفرينة تاعي كامل. شوفوا الموسكوتشو تاعي كيفاش لازم يكون. لازم كي نرسمو هاد الخطوط يبقاو يبانو واضحين فوق على سطح الخليط، هكا نعرفو بلي خلاص الخليط تاعنا راهو واجد. نجي لهنا نجيب ساشي تاع الحليب، هادي شكارة تاع الحليب نديرها في طاس ونعمرها بالخليط هذاك، يعني ماشي شرط تشرو لي بوش هادوك. وتبداو تعمروا في ليمون تاعكم اللي تكونوا دهنتوهم مليح بالزبدة ودردرتو عليهم من الفرينة. هنا من الأحسن ديروا الزبدة ما ديروش الزيت باش تضمنوا باللي يتنحاو معاكم لي موسكوتشو تاعكم. فوالا شوفوا لي موسكوتشو تاعي كيفاش جاو. انا هذوك كنت فرغتهم في هذوك لي جوطابل تاع طمينه. نتوما ثاني تقدروا ديروا فيهم، سينو ديروا في لي كيسات اذا ما توفرش عندكم هذا الليمون عادي راح تحصلوا على نفس النتيجه. جيت هنا انا زينت هاد الحبه بخطوط الشوكولاته، يعني بشوكولاته ختيني، وضفت لها شوكولاته ختيني ثاني في الوسط، ودرت لها كلمسه بهذا العقاش، وكملت النص درتو بلا نوات كوكو ونص كملته بشوكولاته ختيني. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه تاع الميني موسكوتشو. شوفوا كيفاش جا مقطن، بسم الله ما شاء الله. يعني اذا جربتوا هذه الوصفه ما راحش تندموا اكيد. ديروها لوليداتكم صباح يتقهووا بها. ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد، والى الملتقى ان شاء الله.